العربية ما فيهاش حد جوه. مساء الخير يا ريس، اشباح الدنيا. دي اول مره في حياتي اسوق فيها عربيه تسلا، ومش اي تسلا، لا دي التسلا موديل اكس. تسلا موديل اكس دي يا معلم انا عايز اقول لك انها اغلى عربيه عند تسلا طبعا. مع الغلو ده بقى انا عايز اقول لك هي فيها كل حاجه انت ممكن تكون محتاجها. عربيه سريعه جدا، في نسخه منها اسمها بلاد. النسخه دي بتجيب من 0 ل 100 في 2.6 ثانيه. ايوه انت سمعت صح، تحسها عربيه سباق. النسخه اللي معانا دي بقى بتجيب من 0 ل 100 في 3.9 ثانيه فقط. طبعا ده رقم سريع جدا، لان انا اسرع عربيه ركبتها كانت بتجيب من 0 ل 100 في نص ساعه مثلا، حاجه كده. فطبعا في فرق شاسع على فكره، هنجربه مع بعض دلوقتي. وطبعا فيها اوتو بايلوت واوتو باركينج، وممكن تكلمها من الابلكيشن تقول لها تجيلك، فيها كل حاجه ممكن تكون عايزها من حيث الرفاهيه. وتعالوا نشوف مع بعض ليه الناس فعلا مجنونين بتسلا. بس طبعا قبل ما نبدا في اي حاجه دعني اذكرك بعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه طبعا لو اول مره تشوفني على يوتيوب وعايز تشوفني تاني. ومن غير كلام كتير يلا بينا اخدكم معايا في الجوله دي. انا نسيت اقفل ثانيه واحده. السلام عليكم. مبدئيا كده عربيه تسلا معناه ان مفيش اكره في الباب. يعني انت عايز تشد حاجه، انت لو راجل ما ركبتش تسلا مش هتعرف تفتحها، ولا هتقعد تخبط ساعه بقى محدش هيفتح لك. هتعمل ايه بقى يا ريس؟ اتعلم بقى الحاجات بتاعت تسلا دي. تدوس هنا كده بس يا باشا، الباب بيفتح لك يا باشا، يقول لك خش يا معلم عادي. ركبت العربيه بقى، محتاج بقى تتعب نفسك وتقفل الباب؟ مش الكلام ده يا باشا، انت راكب عربيه تسلا بمبلغ يعني. اضغط بس على البريك برجلك بس كده، شكرا. دخلنا بقى العربيه يا باشا، هتلاقي العربيه فاضيه من جوه، تحس الناس خدت الحاجات اللي جواها، اقسم بالله. ولا بقى في فتيس ولا في اي حاجه يا باشا، كل حاجه هنا كهرباء. الموضوع بيمشي ازاي بقى؟ مفيش غير الشاشه قدامك، يعني هي اللي هتتحكم في كل حاجه، وده اعجاز. يعني عايز اقول لك الشاشه دي بتقدر تحرك الكراسي، بتقدر تجيب منها الدي والار ومش عارف ايه، تقدر تعمل منها كل حاجه حرفيا. مفيش بقى غير ملاحظه، انا لقيت الانتظار هنا. يعني هو الزرار ده اللي مش عارفين تشيلوه، يعني ما علينا. طبعا دي حاجات غريبه ايلون ماسك مختارها. مفيش هنا برده الحاجات بتاعت المساحات ده والكلام ده، مش موجود هنا الكلام ده. كل حاجه بقى بتتم من هنا، حاجات زراير يعني. عندك شاشتين، الشاشه اللي قدامك دي فيها العداد بقى والحاجات. النظام النافيجيشن بتاعه هنا اصلا رهيب، بيحدد الحاره وكانك بتستخدم ابلكيشن خارجي غير جوجل مابس عادي، ولكن هنا بيجيب لك بقى سرعه الطريق وكل حاجه بتظهر لك على الشاشه دي. وهنا الشاشه دي بتتحكم في كل حاجه، وفيها طبعا برده المابس ومش عارف ايه، وتعمل كل حاجه. التاتش بتاعها سريع جدا حرفيا، كانك معاك ايباد برو مثلا. والدريكسيون زي ما انت شايف كده هو حاجه سبورتي جدا، الناس حتى بريميوم فوق ما تتخيل يعني. حتى الالوان، استخدام الالوان البيج في الخشبي ده، في حته سيلفر كده. من جوه هنا كده تلاقي الدريكسيون مكتوب عليه تسلا. ايوه يا ريس. عندك من هنا بقى زراير ممكن تلمسها وتعمل حاجات، اقول لك عليها بتعمل ايه دلوقتي. وعندك سكرول ويلز هنا كده، ايه، بتتحكم في اللي انت بتعمله على الشاشه. تمام. مجرد ما بتدي اشاره شمال كده زي ما انت شايف بقى انيميشن لذيذ كده، وبيفتح لك الكاميرا اللي على الشمال، تاخد حته من العربيه كده. وعلى فكره وانت ماشي على الطريق لو في حد على شمالك هتلاقي البتاع دي لونها احمر كده، يقول لك لا ما تعديش. مش محتاج ان انت تبص هناك عشان تشوف بقى النقطه العاميه والكلام ده كله، لا مش محتاج. هي فيها سنسورز وهكذا، العربيه كلها سنسورز وكاميرات اصلا. عايز تدخل يمين نفس الكلام، هتفتح لك الكاميرا اليمين، والكاميرا يعني كواليتي مرعبه اقسم بالله. انا اول مره اشوف كده، يعني كاميرا مش عارف 4K دي ولا ايه مش فاهم. تبدا تعلم نور من هنا كده. من هنا ده مايك، ممكن تقول للعربيه تعمل اي حاجه، مثلا اوبن يوتيوب ميوزك مثلا، فتح يوتيوب ميوزك، فاهم انت كده عادي يعني. وفي هنا علامه فيديو كده لو ضغطت عليها يطلع لك هنا بقى ايه كل الفيوز بتاعه الكاميرات. دي الكاميرا اللي ورا، كاميرا يمين، كاميرا شمال، كل حاجه شايفها. تفضل ماشي وانت ماشي عادي عادي شايف الطريق. طبعا هنا الاير باج، ربنا يستر علينا وعليك. ممكن بقى تتحكم في الدريكسيون نفسه بتاع العربيه، تطلعه وتنزله. منين بقى الكلام ده؟ تيجي هنا كده على الكنترولز، الويل دي ممكن تطلع فوق كده، بص تطلع معاك كده تنزل لتحت، وفيها انسيابيه مرعبه يعني. تطلع معاك كده تنزل معاك كده. هي اخرها فين؟ طب تحت دي اخرها كده، تحت دي اخر حاجه، ودي اعلى حاجه. واروش حاجه بقى في العربيه هنا هي فكره انها ممكن تعمل حفله على الضيق كده، تقف كده على جنب انت واصحابك تكروزوا وهي بتشغل اغنيه وتعمل بارتي مود حرفيا. تلعب بقى بالاضاءات بتاعه العربيه، والابواب نفسها تنزل وتطلع لفوق كده، بيبقى شكلها روش جدا يعني، مش طبيعيه بجد، ممتعه لابعد حد. انا اصلا مش مصدق ان العربيه بترقص قدامي، فاهم. وصوت السماعات بقى بيبقى عالي كمان، فانتوا لو بره هتبقوا مبسوطين جدا يعني. زي ما انت شايف بقى الفيو من فوق، يعني دي حاجه بقى لسه ما قلتلكش. ازاز بانوراما بقى، كله السقف بانوراما كده، واخد فيو كامل حرفيا، ومتعتمه من فوق كده عشان الشمس ما تبقاش ضاربه في دماغك. وعلى فكره تعتيمه حلوه عادي، مش ضاربه في دماغي ولا مضايقاني. ممكن تسال نفسك سؤال عزيزي المشاهد طبعا، هو فين التكييف؟ يعني العربيه دي فيهاش تكييف ولا ايه؟ اقول لك والله عزيزي المشاهد انت متسرع. يعني انا عايز اقول لك في تكييف في العربيه طبعا، ولكن هو يعني مش جوه. يعني بص تعالى معايا كده، التكييف هو هنا كده تمام، فتحات التكييف يعني مفيش بقى الفتحات اللي بتقعد تعمل لها حاجات كده دي في العربيات العاديه، لا. وبتتحكم فيه من الشاشه، يعني مفيش هنا زرار تكييف، لا انت ممكن تدوس هنا كده تلاقي بقى سيستم للتكييف. بص بقى شغل الاشباح بقى، بص ده الهواء بتاع التكييف، عندك فتحه هنا كده وفتحه هنا كده كبيره، تقدر تسخنه. طبعا الكراسي هنا تسخين برده عادي جدا، ممكن تكييف سخن او بارد براحتك، عايزه برده فوق وتحت ومش عارف ايه، تدلع الدنيا يعني. ازاي ناعمه كده ولذيذه، وتحكمها في نفس الوقت انستنت يا جماعه. يعني انا بعمل كده هو بيجي شمال، بعمل كده
يجي يمين، فوق تحت كده اهو، روشه فوق ما تتخيل. دلوقتي لو السوفت وير ده علق، اسقع انا بقى تلج؟ يعني انا مش فاهم بجد، ما انا لازم يبقى في اوبشن اقفلها. ما فيش بقى الكلام ده والله. احنا هنا هو سوفت وير وربنا يستر يفضل شغال 24 ساعه. هو لحد دلوقتي ما بيعلقش معايا الصراحه وسموث جدا، بس انا بتساءل يعني عادي كحكيم بتساءل. جايز اوريك اكتر حاجه كوميديه هنا في البتاعه دي، اقسم بالله انا ضحكت اول ما جربتها صراحه. دي الشماسه يا جماعه، يعني هي دي الشماسه دي بقى بتمنع ايه عنك؟ مش بتمنع الضحك عنك طبعا. عندك هنا 2 وايرلس تشارجرز موجودين هنا عادي جدا. تعال باش نجرب الايفون ثانيه. تحط الايفون هنا كده بيشحن عادي جدا، الدنيا في اللذيذ منه يعني مفيش مشكله. هنا الانتظار زي ما قلت لك، معرفش ليه مش حاطينه في الشاشه، غريب جدا. ده قال لك لا نحطه هنا فيزيكال احسن. اتفرج على مساحات التخزين عامله ازاي. والله انت عندك هنا 2 كاب هولدرز عادي، ممكن تقوم خبطه كده فيدخل لجوه. على فكره هو ايزي يعني، ممكن تضغط عليه تاني يرجع تاني، فاهم انت الفتح الايزي ده. اقفل بقى ده كده خالص. تلاقي هنا عندك حرفيا يعني ثلاجه، تضغط هنا كده تلاقي برده مساحه تخزين ثانيه تفتحها، تحط فيها هنا حاجات برده ايه، ممكن تحط موبايلك هنا عادي مش مشكله. لو فاكر ان المساحات خلصت بقى فلا، افتح كده تلاقي عندك مساحه تخزين ثانيه هنا برده تحط فيها اللي انت عايزه حرفيا. طبعا انت يهيأ ليك مثلا ان مفيش درج في التابلو ولا حاجه يكون نسيو، صاحب بقول لك لا يا ريس كل حاجه هنا موجوده، بس ايه انت عارف ايلون ماسك دماغه برده ايه على حاجات برده مش سهله. اهو الدرج ده ليه زرار هنا اسمه جلاف بوكس ده، الزرار ده لما تلمسه كده يفتح معاك يا باشا الدرج عادي خالص اهو، الدنيا زي الفل. عندك هنا حتى قطعه قماش كده ايه تنضف بيها الشاشه والدنيا والحاجات دي، عليها لوجو تسلا حتى. سلام، تفاصيل يا جدعان تفاصيل. وعلى فكره الدرج ده بيتقفل بباسورد، يعني لو انت عايز ان كيس فانت ممكن تقفله بباسورد عادي. لو بصيت هنا برده مش هتلاقي اوكرا تفتح منها الباب، لا هو زرار يعني تضغط كده يفتح الباب عادي جدا. طيب فتحت الباب بقى تتعب نفسك وتقفل الباب بايدك؟ لا يا باشا لا، اضغط بس كده ضغطه على الفرامل، تكنولوجيا يا باشا بيقفل عادي مش محتاج حاجه. اكتر حاجه نورمال بقى في العربيه ما تفزلكوش فيها الحمد لله يعني، هي الزراير اللي بتفتح الشبابيك. عملوها زراير عادي زي اي عربيه يعني، ما تفزلكوش بقى وعملوها تاتشات في الهواء مش عادي جدا، مش بتفتح من الشاشه مثلا، لا عادي من هنا عادي في 4 زراير تفتح بيها الشبابيك. الشاشه بقى هنا ممكن تعمل بيها كل حاجه حرفيا. في عندك منيو كده اسحب من هنا، كم تحكمات في العربيه مرعب، مش فاهم ازاي دي عربيه يعني. من هنا مثلا ممكن تقفل العربيه، تفتح العربيه، تقدر تفتح مثلا شنطه العربيه من هنا. بعد ما تفتح العربيه شوف الانيميشن عامل ازاي ولاد اللذينه. انا مبسوط بالحوار ده، لو انت مش محتاج خلاص تقوم تقفل حاجات بنفسك، لمسه حرفيا بتعمل كل حاجه. العربيه بقى فيها اير سسبنشن، عندك 5 ليفلز اهو من فيري لو لحد فيري هاي، تقدر تعليها وتوطيها براحتك. الستيرنج بقى وكل حاجه ممكن تتحكم فيها من هنا. طريقه السواقه نفسها، عايز الويل نفسها تبقى عامله ازاي. الاكسلريشن مثلا عايز التسارع يبقى زياده جدا، اعلى حاجه انا عاملها انسين طبعا. وفي تشيل بقى اللي هو لو عايز تتشيل وبتاع. التشارجنج مثلا شوف العربيه كام في الميه، 58% طبعا، المفروض نروح نشحنها ان شاء الله كمان شويه. الاوتو بايلوت ده طبعا ده احنا هنجربه واحنا سايقين ان شاء الله، بتتحكم في كل خصائصه من هنا. هنا ممكن تتحكم في كل الكراسي بتاع العربيه. طبعا العربيه اللي معانا النهارده هي ايه، كرسيين قدام 3 في النص 2 ورا، عربيه كبيره جدا. تقدر تتحكم في كل كرسي لوحده، عايزه حر ساقع مش عارف ايه، كل حاجه كل كرسي تقدر تتحكم فيه، تحس انك قاعد في مركبه. ديسبلاي بقى هنا بقى عايز تعلي البرايتنس كانك يا باشا معاك ايه موبايل، تعلي البرايتنس توطي البرايتنس، حتى الشاشه اللي قدامك دي بتوطى، الزراير انوارها بتوطى، كل حاجه. انت دلوقتي خارج خروجه يا باشا وقاعد مستني حد في العربيه، تبقى قاعد زهقان في تسلا؟ لا مفيش الكلام ده. ايلون ماسك يعني دماغه جابته لايه بقى يا باشا؟ تعالى كده الشاشه دي انت ممكن تلعب عليها عزيزي المشاهد، مش العاب تقليديه ابدا بالمره يعني. تفتح المنيو بتاعتك كم العاب مهول يعني، مكتبه العاب. تفتح بقى مثلا لعبه زي دي اسمها بيتش باجي ريسنج، دي اللعبه من جوه. نختار 1 بلاير عادي العب يلا بينا. طبعا انت فاكر ان انا هلعب على الشاشه انت متخيل كده طبعا، وانا والله تخيلت كده على فكره، انت من حقك تتخيل الموضوع ده. بس المفاجاه بقى، المفاجاه ان اللعبه دي بتتلعب بايه بقى؟ بالديركسيون بتاع العربيه. انا بتحرك بديركسيون العربيه وبسابق بقى عربيات تسلا. خلي بالك العربيات اللي جوه كلها عربيات تسلا يعني، دي سايبر اختي ده عشان انا راجل سويق جامد. يا دي النيله يا دي النيله يا دي تمام. طبعا دي العاب مسليه تقدر تلعبها عادي بديركسيون العربيه. هي بس الموضوع فيه حاجه صغيره جدا، لو في حد بره شايفك وانت بتلعب هقول لك الموضوع عامل ازاي. انت بتحرك الديركسيون وانت واقف، فالكاوتشات بره بتتعوج معاك يمين وشمال، فهم طبعا هيبقوا ايه اللي هو مين العبيط ده انت بتعمل ايه يا رأي؟ الناس هتستعبطك جدا، انت مش فاهم انت بتعمل، انت واقف اصلا وعمال تعمل كده. فانا بس قلت اقول لك ان الموضوع يبان الناس ممكن تضحك عليك تظنك مجنون. ايه تاني في المنيو؟ تعالوا نستكشف كده مع بعض. انا والله بقالي كتير ما استكشفتش. الكالندر، مسجات، زوم ميتنج، ممكن تعمل زوم ميتنج هنا. في هنا في التوي بوكس ده بقى مودز تقدر تعيش فيها يعني. عندك مود مثلا زي رومانسي، ده دنيا بقى قاعد انت متدفي والدنيا حلوه وبتاع، الدنيا شغاله معاك. في بقى كذا مود بقى تقدر تشغله يعني. في ايميشنز تعالى بقى تعالى مدى تفاهه الموضوع اللي هم فكروا فيه يعني. انا بس الفكره في ايه، انا مش متخيل ان في مهندسين او حد مثلا في الشركه جه في دماغه الفكره دي. بس انت ممكن تطلق ريح في العربيه يعني، انت ايه بس مش ريحه اللي هو ريحه يعني، بس هي صوت يعني، فاهم يعني. انت ممكن ايه تبقى حد قاعد معاك مثلا فاقوم بقى ملبسه واحده ان هو ايه ادعى واحده يعني، فاجي مثلا على انت سامع
حرفيا يا جماعه الصوت كانه بيطلع من الكرسي. لو انا عايز البس حد الحوار هو هيبان ان هو، انت فاهم، لان كل كرسي ممكن تحط عليه اللي هي الصوت ده، لان السماعات متوزعه في كل العربيه. طيب انا جاي لكم بقى ورا نقعد في الصالون بتاع العربيه. يعني قعدنا دلوقتي، عايز تقفل الباب مش مستاهله ان انت تتعب نفسك وتتعب ايدك وتقفل الباب، انت راكب تسلا يا ريس. فاحنا بس بندوس على زرار هنا كده بس يا باشا، قاعد يا باشا في الدنيا يا باشا. قعدنا يا باشا، قفل الباب، هتيجي بقى تركب بقى. طيب هنا لو نفترض ان الكرسي ده مضايقك، عايز تطلعه قدام ترجعه ورا، تعمل اللي انت عايزه. عندك شاشه هنا تعمل فيها كل حاجه حرفيا، نفس اللي بيعمله السواق. ممكن ارجع الكرسي ده لورا، اتحرك ازاي، كله بالتاتش يا ريس، كله بالتاتش. طلعت الكرسي قدام عادي، خدت مساحتي كلها، ممكن اطلعه كمان قدام، اخد كافه المساحه. قاعده ملوكي، انا قاعد بجد صالون واسع يعني، مفيش 3 راكب يا باشا وفي 2 ورا كمان، الدنيا حلوه. تتحكم في التكييف يا معلم من هنا، عشان هنا عندك خلي بالك في فتحه تكييف هنا اهي، فممكن تتحكم فيها برده بالتاتش عادي، توزعها عليك. وانا عايز اقول لك التكييف ممتاز ورا، تقفله عادي من هنا، تفتحه تاني عادي براحتك. ممكن اشغل اغاني عادي واعلي الصوت من هنا برده. عندنا حفله على الضيق، نوقف بقى عشان هيجي لنا كوبي رايت سترايك. عايز تتفرج على فيلم يا باشا، نتفليكس اهو، يوتيوبك يا باشا. الالعاب ممكن تلعب هنا عادي جدا، مفيش مشكله، كل الالعاب. طب انت راجل عايز تشرب حاجه، هو الباب ده ما فيهوش اي حاجه، خلي بالك، هو ما فيهوش بس غير الزرار اللي بيفتح شباك ويقفله، والزرار اللي بيفتح الباب ويقفله. يعني مثلا كده افتح الباب عادي اهو. انت لسه هتفتح اكره وتزق الباب يا ريس، الدنيا طير بقى، جناحات فالكون بقى فالكون. عايز تشرب حاجه بقى، طب تحط الكوبايه فين او الازازه فين؟ عندك هنا كاب هولدر، بص معايا كده، بص معايا كده اهو، افتح يا باشا براحته. عندك هنا 2 USB-C صراع جدا، تشحن بيهم بقى موبايلك، لابتوبك، كل حاجه. عاجبني طبعا الفرش الجلد اللي هنا، الكراسي مريحه فوق ما تتخيل، كراسي تسخين وتبريد طبعا عشان تبقى مرتاح وانت قاعد، سواء بقى تسخنها او تسقعها براحتك يعني. طيب عايزين نركب ورا بقى، بص كده، انت عندك هنا سحب كده تسحبه بس خلاص، انط ورا بقى، انا رايح ورا، اجي لك هناك بقى، يلا. المساحه ورا ستيل برضه واسعه، انا قاعد مرتاح يعني. مساحه الراس حتى هنا على فكره حلوه، مفيش مشكله فيها. عندك كرسيين ورا، على فكره العربيه دي في منها يعني نسخه ثانيه 3 كراسي ورا، 3 وواحد جنبك. عندك 2 هنا كاب هولدرز اهم موجودين برضه، تحط فيهم الكوبايات بتاعتك، تبقى قاعد عادي جدا. عربيه عائليه جدا وسريعه جدا. في فتحات تكييف هنا طبعا تقدر تشغلها عادي جدا. طبعا انت من جوه ممكن تفتح الشنطه بتاعت العربيه، بس انا هفتحها من الابلكيشن طبعا بتاع تسلا. وعلى فكره بالمناسبه الابلكيشن عاجبني جدا، ابلكيشن لذيذ جدا، تتحكم في كل حاجه في العربيه. زي ما انت شايف دي العربيه باللون الاخضر الجميل اللي احنا اخترناه، تقدر تتحكم في كل باب تفتحه وتقفله، او شنطه العربيه تفتحها كده، تلاقي الشنطه هناك اهي تفتح معاك. شنطه العربيه كبيره جدا يعني، عايز اقول لك للامانه انا حاطط فيها كم المعدات والشنط والميه وكل حاجه. مش دي بس مساحه الشنطه، انت لو فتحت كده هتلاقي مساحه ثانيه كبيره جدا تشيل بني ادم. يعني انا مش عايز ابالغ، بس انا ممكن اخش جوه عادي. سلام. لا مساحه يعني تحط شنط سفر ودنيا. من ضمن الحاجات السيفتي يعني، لو في حد واقف تحتيه وقلنا له يقفل هيطلع صوت دلوقتي، بص بيقول لي لا مش هينفع اقفل يا ريس، انت واقف تحت، ابعد بقى، هيقوم قافل. تكنولوجيا. شكل العربيه عامه بقى جامد قوي يعني، مفيش اروش من كده الصراحه، عربيه بجناحات ودنيا طياره يعني. ومن ورا حتى شكل الفوانيس، شكل العربيه مكتوب هنا تسلا كده، الشكل بتاعهم، الفونت بتاعهم ده لذيذ قوي بصراحه، شكلها حلو. انا 183 سم يعني، فاهم، العربيه ضخمه بالنسبه لي، انت فاهم. ده شكل العربيه من بره. العربيه في منها جنوط 20 و22 والكاليبرز كمان بالاسود، فشكلها شياكه. افتح يا باشا ايه الكبوت بتاع العربيه، طبعا دي عربيه كهرباء فمفيش موتور بقى ولا ميه ولا رادياتير ولا ده، مفيش فتحات لاي حاجه عادي. هنا هتلاقينا حاطين كابل الشحن بتاعها عادي. عندك هنا طفايه حريق لا قدر الله يعني، شويه حاجات بتاعت تسلا يعني، ومساحه تخزين يعني ممكن تقعد عليها عادي خالص. ما عندكش موتور، ما عندكش ميه، ما عندكش اي حاجه هنا، مفيش رادياتير. لوجو تسلا هنا طبعا، كشافات حتى شكلها لذيذ قوي. وعندك هنا طبعا الجناحات موجودين، فممكن تاخد لك صوره روشه جدا الجناحات طالعه من عندك. تعالوا خدكم في جوله في الاوتو بايلوت بقى والدنيا والحاجات، وتعالوا بقى نشوف الدنيا دي بتقول ايه. ناخد بقى التراك بتاعنا. دلوقتي احنا هنتحرك، مفيش فتيس طبعا زي ما قلت لك، فالحل ايه هيكون في الشاشه، انت تدوس بريك وبعدين تعمل كده يبقى دي، ترجع لورا يبقى ار. فاحنا هنتحرك دي دلوقتي اهو، هي كده على دي. طبعا الشاشه اللي قدامك دي هي شايفه كل حاجه قدامك، يعني احنا لو في عربيه معديه جنبنا هتبقى شايفاها عادي كعربيه، في شخص معدي بيبقى شايفه. احنا هنتحرك عادي خالص، ماشيين براحتنا يعني بالعربيه. عايز اقول لك على حاجه بقى كمان من ضمن اختلافات السواقه يعني، في العربيات البنزين انت اصلا لو مش بتدوس بنزين هي تتحرك، هنا انت لو شلت رجلك هي بتقف. يعني عربيه الكهرباء لازم تدوس بنزين عشان تتحرك. في العادي البنزين بتمشي عادي لوحدها، اللي بتجيبها على دي تلاقيها بتمشي. هنا مفيش الكلام ده، هتترب شويه في البدايه وانت جاي تسوقها. هنا بقى الفكره في ايه، ان مفيش موتور بقى وزيت ومش عارف انت بس لو عايز توصل هناك ركز معايا، يلا بس يا باشا. احنا وصلنا 100، جبنا 100. يا لهوي يا جدعان على الرعب، هنجري. مطب يا باشا، هدي بقى هدي.
يا جماعه السحبه مرعبه، انا قلبي بيتقبض معاها كده من 0 ل 100 في 3 مش عارف 4 ثواني، 3.9 حاجه كده، رعب يعني. هنديها جاريه هنا، جاهزين؟ 1 2 يلا. يا لهوي 100 بس، خلاص كفايه بقى يا اختي. ثاني 1 2 ووو. انت كويس؟ جبنا 100 في مفيش. عايزين نجرب الاوتو بايلوت يعني، فلو حطينا اللوكيشن هنا ولكن ده مثلا، في بعض الشوارع طبعا ينفع فيها الاوتو بايلوت وبعض الشوارع لا، فتعالوا نجرب. دبل كليك هنا بس هعمل الاوتو بايلوت يشتغل على اي حاجه. الدنيا بسيطه خالص، انا مش سايق، انا شايل رجلي اهو خالص. انت بس هو دايما بيطلب منك انك تحط ايدك على الدريكسيون عشان يحس بيك. ممكن انت تزود السرعه بقى من هنا عادي، تقول له لا زيد يا ريس، خش. هو عارف اللوكيشن اللي احنا رايحين عليه يا باشا، ممشيك بقى. تاكل حاجه بقى، تشرب حاجه، انا جعان والله، عايزين نروح نجيب اكل. بص هتعوج الدريكسيون ازاي، بص بتمشي مع الخط رعب. احنا المفروض ان احنا هتبدل حاره، تعال نشوف هنعمل ايه. هتدي اشاره ولا هتعمل ايه؟ هتبدل حاره ولا ايه؟ هي مكمله؟ لا ايه، حوجت يا اختي. يا بنت اللعيبه، بس على اخر لحظه. اوكي بس هي ما تديش اشاره ليه؟ خش الطريق ده سريع، خش. ايدك دايما على الدريكسيون احتياطي، بس هو بيقول لك دايما حط ايدك على الدريكسيون يحس بيها. بس ممكن تشيل ايدك مثلا، تعمل حاجه كده تروح كده عادي يعني، الدنيا لذيذه. تجربه السواقه مرعبه يعني، تمام. وفي نويز كانسليشن جوه كمان، انت ما بتبقاش سامع حاجه، مفيش صوت موتور، الدنيا هاديه. هو صوت المروحه بس عارفين بتاعت التكييف ممكن نوطيها شويه بس يعني. هي المفروض هتحود دلوقتي، احنا ربنا يستر. يا ولا بص الدريكسيون بيعوج ازاي يا جدعان، جنان يا جدعان والله. على فكره بقى فيها وسائل امان، هي لما تبقى قلقانه عليك يعني انت لو متهور زي حالاتي كده وجريت، وهي قلقانه لا يكون في عربيه هتخبطك او حاجه، فهي بتهدي اوتوماتيك. يعني العربيه بتحاول انك بتخليك ما تعملش حادثه، يعني خليك بني ادم طبيعي وتعمل منك بني ادم ما تعملش حادثه. فطبعا دي حاجه كويسه جدا الصراحه. يا ولا شوف بتعدي ازاي القروبه. شاطر والله شاطر. يلا بينا يا برنس، بس خلاص. شوف عندنا كل العربيات اللي هات لي بقى عربيات سابقنا بقى، احنا عربيه 7 راكب ما شاء الله يعني. هدي بقى كفايه عشان في رادار هناك. هي الناس مش فاهمه السرعه يعني، انا حاسس العربيات الثانيه هي مش فاهمه انت بتعمل ايه، انت ازاي ماشي بالسرعه دي. والله صوتك لك حلو. والى هنا تنتهي فقره قيادتنا. احب اقول لك والله يعني هي تجربه مثاليه، انا بقول لك باكد لك يعني، انت لو جربت العربيه دي مش حاسك هتعرف تسوق عربيه بنزين تاني. اول ما تقرب من اي باركنج كده يظهر لك كده اوتو بارك، عملت سكرول للويل، اضغط بس ضغطه كده هيعمل اوتو بارك دلوقتي لوحدها كده، هي بتبارك تحفه. احساس رهيب، الدريكسيون بيلف لوحده، ده اصلا مرعب. يوال ساحره. خلصت خلاص الباركنج بتاعها وهو كله تمام. تعالى بقى اقول لك على اجمد واروش فيتشر انا جربتها في العربيه دي، اول مره اجربها في حياتي، وهي فيتشر اسمها سامون. فكره انك من الابلكيشن بتاع الموبايل تقدر تطلب العربيه تجيلك وهي مركونه عادي في الباركنج، تقدر تخليها تتحرك وتطلع وتدور كده وتجيلك لحد عندك من غير ما انت تروح تجيبها من الباركنج. الموضوع جامد جدا واكيوريت قوي بجد، ممتازه. بتحس ان السحر كده اللي هو فكره ان العربيه فاضيه وبتتحرك دي يعني جامده جدا. مساء الخير يا ريس، اشباح الدنيا يا اشباح الكون. مش حد جوه عشان بس محدش يتكلم، مش حد جوه. مساء الخير، الاخبار عامله ايه؟ كويسه؟ بس بقول له كم تو مي هنا. يا جماعه العربيه فاضيه حرفيا، مفيش حد فيها، بصوا كده. هيجي في دماغك سؤال مهم جدا، هو انت هتشحن العربيه دي ازاي يا حكيم؟ بص هنا في دبي انا عايز اقول لك الشواحن كلها ببلاش، يعني الشاحن اللي انا هروح اشحنها بيه هناك في المول مثلا، وفي اغلب المولات على فكره موجوده، دبي مول موجود، مول الامارات، واغلبها شواحن سريعه. يعني انا عايز اقول لك انا بس اسيب العربيه على الشاحن واروح اشتري اي حاجه من المول، ارجع الاقيها اتشحنت خلاص، فاهم؟ انا حرفيا خلصت تسوق وجبت الحاجات اهو، العربيه خلصت فيها كمان، شكرا على كده يعني، شحنت وانا جبت طلبات وخلاص. ما بقتش معقده زي ما انا متخيل الصراحه، والفاست شارجر اللي ببلاش ده جامد قوي يعني. ونحطها في الشاحن تاني. تسلم، يلا بينا نركب ونتحرك. بعد ما جربنا كل حاجه في العربيه، انا رايي ايه بقى كحكيم؟ يعني مين يشتري العربيه دي وتشتريها ولا لا؟ بص يا معلم انا اقول لك على حاجه الامانه، الفيديو ده مش سبونسرد باي تسلا ولا اي حاجه خالص، ولكن انا الصراحه عجباني العربيه وعايز اوريها لكم، وتكنولوجيا جديده بصراحه. انا اول مره اجرب عربيه فيها التكنولوجيات دي، فيها كم الحاجات المرعبه ده. انا بجد مبسوط جدا ومش عارف ارجع تاني ازاي اسوق عربيه بنزين، اقسم بالله فرق شاسع في السواقه. طيب سعر العربيه كام بقى؟ الموديل اكس دي لو عايز تكيش يا باشا تشتريها بكام؟ انا عايز اقول لك يعني انت لو من اصحاب القلوب الضعيفه ايه في الفيديو هنا، صدقني ما تكملش. سعر العربيه دي يا جماعه بيبدا
ستارتنج كده من حوالي 92,000 دولار، عربيه ب 5 مليون جنيه. انت فاهم اللي هو دنيا، يعني دنيا اقسم بالله. طبعا ممكن تزيد معاك الاسعار خزعبليه، طبعا النسخ السريعه بقى والسبع راكب ومش عارف ايه، ولكن على فكره تسلا عندهم عربيات ارخص من كده بكتير. في عندهم موديل 3 مثلا سعرها ارخص من كده بكتير، وممكن نجربها في فيديو على فكره عادي لو انتوا عايزين. بس انا عايز كومنتات كتير قوي بقى اللي هو جرب ارخص عربيه عن تسلا، نعمل لها فيديو يا باشا واجربها لك ونشوف ايه الفرق ما بينهم عامل ازاي. ولكن الصراحه انا استمتعت بتجربه السياره يعني، وعايز اقول لك ان انا نفسي اسوقها تاني اقسم بالله، انا عجباني جدا. بس يا جدعان دي كانت كل حاجه في فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه جدا. لو عندك اي سؤال عن العربيه اكتبوا لي تحت في الكومنتس دلوقتي حالا، بقرا كل الكومنتس تعرفين وبرد عليها. بس عزيزي المشاهد والى هنا ينتهي الفيديو طبعا. ما تنساش بقى تعمل لايك وشير وسبسكرايب والحاجات الجميله دي. اشوفكم في فيديو جديد، يلا سلام. يا ولا خلاص بقى، خلاص عشان الصوت بقى، الصوت